سلطان وانتي سيدة يا عريفتي يا كودا كودا راجلك سلطان وانتي سيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في بودكاست العريفة، وحلقة اليوم بعنوان اللي عنده البنات عنده الهم بالحفنات. لكل مجتمع عادات وتقاليد وعرف سائد يحكمه. بعض هذه العادات فيها إساءة للمجتمع وإساءة حتى للدين، لأنها من عادات الجاهلية، ولما جاء الإسلام حارب كل هذه العادات وسعى للقضاء عليها. من ضمن هذه العادات هي مطالبة المرأة بإنجاب الذكور دونا عن الإناث. وفي بعض القرى لعند اللحظة هذه بالنسبة لهم نوع من العار، ولا تحظى هذه الطفلة بأي اهتمام، بالعكس تماماً. تحس العائلة إن هذه الطفلة المولودة وكأنها جبل هموم ونحط على كتافهم. وفي مثل اللي بيقولوا فيه لعن توا اللي عنده البنات عنده الهم بالحفنات. يقال هذا المثل الشائع في مجتمعنا الليبي للدلالة على كثرة إنجاب البنات أكثر من البنين، وإن المرأة لما ضنوتها تجي كلها بنات حياتها كلها حتكون هم وغم ومشاكل وتعاسة. وفي أمهات وأبهات يعترضوا لحكمة الله في إنجاب البنات، وكأن هي بلاء وقع عليهم، وتقعد تدعي هذيك المرأة في كل ليلة إن حملها الجاي يكون ولد مش بنت. وفي الأخير هي مسكينة تلقاها محكوم عليها لأن راجلها هددها بالطلاق لو ما جابتش ولي العهد بسلامته. تمشي هديك المرأة لحش ماليها باش تطيب خاطرها شوية، تلقى أمها وبوها يستقبلوا فيها بالتأنيب والذنب، وهم متأسفين إن ضنوتها بنات ما هيش ولاد، ويلوموا فيها ويحسسوها إن بإيدها الفلك، وهي اللي تقدر تختار، مش الله سبحانه وتعالى له المشيئة في ذلك، وإن العبد ما يقدر يدير شيء أمام قدر الله. ولما تجي للراجل ولا الأم ولا الأب وتقول له إيمانك بالله يتحدد بموقفك من الطفلة هذه، يقول لك ما تزايدش عليا بالدين، أنا نصلي ونصيم ونعبد في ربي، لكن إنجاب الذكر هو اللي بيحمل اسم العيلة مش البنت. وتقعد هديك المرأة مسكينة في دوامة لين تجيب ولي العهد باش يرضى عليها راجلها وترضى عليها عائلتها وعائلته ويرضى عليها المجتمع، ولا حيقولوا عليها هادي ما تجيبش في الأولاد تجيب في البنات بس. وبعدين يطلقها راجلها وحوش ماليها مش حيرضوا بيها وببناتها اللي مكدستهم. ووقت تحمل بالبطن الثالثة ولا الرابعة تلقاها خاشة على النت وتقرأ كيف يمكن أن نزيد من فرصة إنجاب الذكور، وتاخد في الأعشاب وتمشي للدكتور باش تكشف عن حملها وتلقاه بنت مش ولد. تقعد هديك المرأة تصيح وتعيط وتنادي من يعيط معاها وتشكك في أجهزة الدكتور طيلة فترة حملها. هذا كله لأنها تبي المولود الذكر، لأن عقاب المجتمع أكثر ألماً من إرهاق الحمل وتعب الولادة. وفي خاطرها تقول لو يصح لي كل يوم نحمل ونطيح لين يجيني الولد مش حنقول لا، المهم ما نقعدش في العار والتأنيب والهم والمشاكل والخوف من ردة فعل المجتمع. ووقت تمشي للمة العيلة نهاية الأسبوع وتلقى عندهم جيرانهم وأقاربهم ويشوفوا في بطنها قدامها يقولوا لها بكل برود إن شاء الله غير حامل بولد المرة هذه مش بنت. وكان ردت وقالت بنت، تلقى نسوين العيلة كلهم يمدوا في ايديهم ويدعوا إن ربي يرزقها بولاد قبل ما ينفد صبر راجلها ويطلقها ولا ياخد عليها مرة تانية. وهذا راهو اللي يصير حقاني في عائلاتنا الليبية، مش حكاوي زمان ولا هي مجرد خرافات. نعم للأسف لقب أم البنات قاعد لعند اللحظة هذه حتى في ظل أمهات الجيل الجديد رغم الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا، لأن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالمفهوم القديم للإنجاب أو لعصر الجاهلية اللي آثاره موجودة في نفس كل واحد فينا. الأمر متعلق أيضاً بأن وجود المولود الذكر يعني استمرار النسل وحمل اسم العائلة، إضافة إلى مفهوم القوة والحماية. وفي قصة زمان أمام الله يرحمها كانت تحكي لنا عليها أيام اليهود في المدينة القديمة،
والقصة هذه تقول إن مرة امرأة اتعاركت مع جارتها اليهودية. مشي هديك اليهودية دعت على جارتها، قالت لها بر إن شاء الله تجيبي 7 أولاد. ضحكت هديك المرأة عليها وقالت شن خلى ربي معطاني كان نجيب 7 أولادات يعبولي لحواش صغيرة ويكونوا سندي وظهري وعزتي، انتي هيك دعيتي لي مش دعيتي عليا. ردت عليها اليهودية وقالت لها أما لا استني، راهو الزمان طويل وما يعجبك في الزمان غير طولة. وفعلا جابت هديك المرأة 7 أولادات، وربي رزقها باللي هي تتمناه وقت دعت عليها جارتها اليهودية. وفي كل عيل تجيبه تلم في الجيران عندها وتفرح إن ضنوتها جابتها أولاد. وبرا يا زمان تعالى يا زمان لما كبرت هديك المرأة وصغارها تزوجوا وكل واحد فيهم مفتح حوش، ما في واحد من أولادها جاها وطق عليها الباب، ما لقتش إلا جاراتها يحنوا عليها ويواصلوا فيها ويطمنوا عليها مريرة مريرة. وفي وقتها مشت لجارتها اليهودية وقالت لها وقت دعيتي عليا وقلتي لي إن شاء الله تجيبي 7 أولاد ما كنتش فاهمتها، كان يولي بي الزمان التالي ما نديرش اللي درته، وتاريت الدعوة قبلها ربي. الشاهد في القصة إن سندك وظهرك مش متمثل في المولود الذكر أو الأنثى، سندك وظهرك هو عيلتك كلها سواء ولادات ولا بنيات، وهذا عطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته، وإحنا ما نقدروش نختاره. يا مولاد لوحوا أمهاتهم في دار العجزة وما يسألوش عليهم ولا يندروا عليهم أصلاً لا حيين ولا ميتين. هو طبعاً دور الراجل في العيلة دور مهم، ووجود الراجل هيبة وسند وظهر للعيلة، ما فيش حد يقدر ينكره الكلام هذا حتى مع تطور العصر والثورة الفكرية الحالية. لكن هذا لا يعني إن المجتمع يعاقب ويأنب المرأة اللي ربي مرزقهاش بولاد ويحسسها بالذنب، لأن في الأخير هي ما عندهاش أي إيد في القصة هذه. وردي بالك الأم اللي تسمعي فيها تحسس بنيتك بالذنب لأن هي ما قدرتش تجيب الولد اللي يحمل اسم العيلة، لأن اختبار الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع صعب وبنتك مش حتقدر تتحمله. هالبناس وقت مرضوش بحكمة الله داروا حادث بالسيارة وبناتهم كلهم ماتوا، وقعدت هي والراجل لا من بنات ولا من أولاد. أفرحي باللي أعطاهولك ربي، وراهو بنتك تشوفيها تكبر قدام عينك وتساعدك في حويشك وتشوفيها مهندسة ولا دكتورة، هي أكبر نعمة ربي أعطاها لك. وصدقيني وقت اللي انت تستثمري في بناتك الحب والحنان والعطاء، وعلى قد ما تعطيهم حيعطوك ويكونوا لك سندك وظهرك وعزتك في دينتك، وتشوفي أحفادك قدامك، حتعرفي وقتها حكمة ربي وترضي بقضاء الله وقدره، وهذا أهم شيء. وفي الأخير نبي نقول لك عزيزتي المستمعة، وقت اللي يسألوك ويقولوا لك كم عندك بنت وكم عندك ولد، ردي عليهم وقولي لهم الحمد لله عندي قسمي، وما تخليهمش يلخبطولك مشاعرك ويدخلوك في دوامة ما عادش تقدري تطلعي منها. وقالت الورفلية في شتاوتها أنا وبناتي كلمة واحدة، كيف القوات المتحدة. وإن شاء الله ربي يحفظ ولاداتنا وبنياتنا من كل سوء، وربي يرزقهم بصحيحتهم ونشوفوهم في أعلى المراتب يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.